فيها ان 0 معناها كذا و1 معناها كذا. ليه يا باشمهندس؟ انا بحب اكتب كل حاجه. انا بكتب عشان لما اجي اكتب الكود بعد كده امسح اللي انا مش عايزه، بس انا بحب كل حاجه تبقى في الكود بتاعي بتريفير لحته في الهاردوير، عشان يبقى الكود بتاعي متعرف فيه لو في بج نعرف نكتشفها. طب الاسترتشنج مود بقى هنعرف فيها ايه؟ هقول له مثلا عايز اعمل استرتش انيبل ولا ديسيبل، هي بسيطه خالص. بص معايا، الاسترتش انيبل عرفته بزيرو. طب لو انا عايز اقول له استرتش ديسيبل، فعرفت الاسترتش مود ديسيبل، ما الاسترتش مود ديسيبل ب1. بس ما تقول له 1 شيفت 7، ما احنا كنا بنعمل كده في الريجسترز الثانيه. طب ما تستغل البيت فيلد اللي انت عرفتها، مش انت عرفت بيت فيلد؟ بص انا استخدمت البيت فيلدز اهي، قلت له اي تو سي سي ار 1 نون ستريتش. طب انا عرفتها منين؟ يعني تعالى بس نعمل بيلد كده. ايه المشكله فين؟ آه... عملت ليه بيلد؟ عشان بس اعرف اعمل لك كنترول سبيس. طبعا هو مش لازم، بس انا ايه بعمله عشان اتاكد. بص انا دلوقتي ما دام كتبت البيت فيلد بتاعتي في الديفايس هيدر، ممكن بعد كده اقول له اي تو سي اندرسكور يجيب لي كل الريجسترز. فانا دلوقتي بتكلم على ريجستر ايه؟ السي ار 1. بص الحلاوه، كنترول سبيس، انا بدور على البيت فيلد اللي اسمها نو ستريتش. بص جاب لي ايه؟ النو ستريتش موجود اهو، الماسك بتاعه، البوزيشن بتاعه. طبعا انا هجيب اسمه بس. اسمه بس يعني عباره عن ايه؟ هو الاسم بس عباره عن الماسك اصلا. ما هو لو دوست على اسمه بس هلاقي ان اسم بس هو عباره عن الماسك، والماسك هو عباره عن ايه؟ واحد شيفت البوزيشن، والبوزيشن كام؟ 7. شفت الحلاوه؟ الدنيا بقت سهله ولا لا؟ طبعا الدنيا مش سهله بس ما علينا. ده كده الديسيبل وده كده الانيبل. تمام، كده عرفت الاسترتش مود. تعال ندور فين اللي بيتحكم من اهو الاس ام باس مود. بس يقول لك انت عايز اي تو سي مود ولا شغال بالاس ام باس مود. يبقى انا دلوقتي ممكن احط حاجه جديده، اللي هي انت الاي تو سي بتاعك مود، الاي تو سي مود عايزه ايه؟ شغال اي تو سي مود ولا اس ام باس مود؟ فانا ممكن اعرف دي كده اهو، يو انت 3 اي تو سي مود بتاعك اهو، انت شغال بايه؟ طبعا انا عشان كاتب الدرايفر قبل كده وانا بحضر، فانا باخد منه عشان احاول اقلل الوقت اللي بنقعد فيه نكتب فيه. الاي تو سي مود بيسبيسيفاي الاي تو سي مود ذيس بارامتر، ده الريفرنس فاليو، الريفرنس بارامتر بتاعها. طبعا انت سيدي العارفين هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي ناخد كوبي بيست من الداتا شيت الاي تو سي مود اهو، هنقول له ده موجود في السي ار 1 ريجستر، بيت رقم 1 اهي، الاس ام بي باس مود بزيرو اي تو سي مود، وواحد اس ام باس مود. ونقول له ايه بقى؟ لو انت مش عايز تشغله اي تو سي مود، هاش ديفاين اي تو سي مود اي تو سي، يعني الاي تو سي مود بتاعي لو هو ماكرو اي تو سي، وده هديله زيرو. طب لو انا عايز اشغله اي تو سي مود اس ام باس، طبعا انا في الريفرنس ده ريفرنس ماكرو، ففي الريفرنس ماكرو باخد اول الاسم وبعد كده ازود اندرسكور اللي انا عايزه. فانا عايز اشغله كاس ام بس، فهقول له ايه بقى؟ يبقى انا محتاج ان انا احط 1 عند البيت رقم 1، يعني اقول 1 شيفت 1. طب نقولها ازاي بقى بالبيت فيلد؟ خلاص بقى الدنيا بقت جميله بالبيت فيلد. هقول له اي تو سي اندرسكور سي ار 1 كنترول سبيس اس ام بي بس، واختار اهي. بس كده، شفت الموضوع بقى جميل ازاي؟ تمام، ده كده اخترت المود. تعال نشوف ايه تاني ممكن نعمله. تعالى نشوف ايه تاني ممكن نعمله. لو انت شغال سليف، لو انت شغال سليف هنبقى محتاجين نعرف الديفايس. انت لو انت شغال سليف يبقى انت عندك 2 ريجستر، الاو اي ار ده اللي انت بتديها فيها الادرس بتاعك، ولازم تحدد انت 7 بيت ادرس مود ولا 10 بيت ادرس مود. لو انت سليف انت بتدي لنفسك سليف ادرس، وطبعا انت ممكن كمان تفتح الدول ادرس وتدي ادرس تاني. طب ما تيجي ندي لليوزر لو هو سليف يحط المعلومات دي. طب يحطها ازاي المعلومات دي؟ احنا عندنا 3 معلومات، انت دول ادرس ولا لا؟ انت الادرس الاولاني البرايمري ادرس كام والسكندري ادرس كام؟ البرايمري ادرس اللي محطوط في الاو اي ار 1 ده البرايمري ادرس، والسكندري ادرس اللي محطوط في الثاني. فده هنقول له ايه بقى؟
ده هيبقى احنا كده هنيجي هنا ونعرف له structure I2C device address انت ونديله انت عايز دول ادرس ولا لا، انت عايز دول ادرس enable الدول ادرس ولا لا، لان هنا في البيت رقم 0 بيقول لك دول ادرسنج مود enable، فانت عايز enable الدول ادرس ولا لا. طبعا هنقول له هنا 1 عشان تنيبل، 0 عشان تديسيبل برايمري سليف ادرس، السكندري سليف ادرس. لو انت طبعا عامل دول انيبل للدول هتحط الاثنين دول. طبعا هناخد من ده اهو، هنقول له احنا هنا بنعمل ايه بقى يا شباب، الاي تو سي ديفايس، الاي تو سي ديفايس ادرس. تمام. طبعا ده مش هنديله ماكروز لان ده ريفرنس ماكروز. ليه؟ لان هو ده هيست والله بالادرس، انا هديله ريفرنس ماكروز لايه بالظبط. بس انا ممكن اديله الديفايس ادرس ده، تقدر تقول عليه احنا كده ادينا له هو البرايمري ادرس كام، السكندري ادرس كام، الانيبل، بس نسينا نحط هو 7 بيت ادرس ولا 8 بيت ادرس. فاحنا ممكن نحطها له، يعني ممكن نحط له نعرف له بقى المود بتاع الادرسيز دي هي كده. يبقى احنا كده بنقول له ايه، البرايمري، السكندري عايز تنيبل ولا لا، الادرسنج سليف مود. ونقول له هنا بقى ده متعرف في ريفرنس. متعرف فين؟ في ريفرنس. يعني ممكن نسمي الريفرنس ده ايه مثلا، ممكن نسميه الاي تو سي، يعني ممكن نسميه اي تو سي ادرسنج سليف كده مثلا اندرسكور. تعالى بقى ناخد الريفرنس ده ونبدا نحط له ليه ماكروز في الريفرنس ماكروز. هنحط له ماكروز بقى بتقول ايه. طبعا هو ده انت بتحدد منين، هو انت بتحدد 7 بيت ولا 8 بيت عن طريق ايه. هتلاقي اهو بيقول لك انت عندك في الاد مود رقم بيت رقم 15 انت بتحدد من خلالها. طبعا هنقول له كده في الاي تو سي او اي ار 1، في الاي تو سي او اي ار 1 في البيت فيلد اللي اسمها اد مود، اد مود انت بتحدد انت شغال بادرسنج مود ايه، كسليف مود. انت شغال بادرسنج مود كسليف مود، يعني انت شغال بادرسنج مود من كسليف. الادرسنج مود بتاعك هو 7 بيت مود ولا 8 بيت مود. طب هتقولي طب لو انا ماستر يا باشمهندس، ما انت لو ماستر انت اللي في ايدك، انت بتبعت اول ادرس ك 8 بيت بيتكونوا من 7. ساعتها فاكرين ال 8 بيت مود ادرسنج لما انا قلت لك بتبقى انت حاطط الاول اثنين، اول بيت رقم 8 وبيت رقم 8 وبيت رقم 9 تبعتهم في الاول مع الهيدر الثابت اللي هو بيتكون من 0 0 4 وحايد، وبعد كده تحط ريد ورايت وبعد كده تبعته، بعد كده تبعت تاني بايت من 0 ل 7 بيت في الادرس اللي انا قلتها في اول المحاضره. فانت في حاله انت مش محتاج، اما هنا في حاله السليف انت محتاج تقول له. عشان كده بيقول لك الادرسنج ده في حاله السليف مود. طب انت هنا بقى تقول له ايه، لو طبعا 0 يبقى 7 بيت اكنولج، يعني لو جاله يرد على 7 بيت اكنولج، وده لو واحد لا يرد على 10 بيت اكنولج. طبعا هناخد الكلمتين الحلوين دول ونبدا نعرف بيهم الادرسنج مود، انا عايزه يبقى 7 بيت ولا 8 بيت. طب اقولها له ازاي اهو، اهو. طبعا لو انت 7 بيت 0، لو انت 8، لو 10 بيت هنحط واحد عند بيت رقم 15. طب ما نستخدم لها البيت فيلد، اكيد انا ما كنتش معرفها في البيت فيلد. يعني تعال نجرب كده، تقريبا ما عرفتهاش في البيت فيلد الحقيقه، كسلت. فعشان كده في الاخر ما رضيتش اعرفها. بص اي تو سي ايه ده، لا ما اعرفها. او اي ار 2، اما دي او اي ار 1 عشان كده مش معرفها. فعشان انا مش معرفها فقلت خلاص واحد شفت 15 مش هروح اعرفها في الديفايس هيدر وتعب دماغي. يعني عايز انت تعرفها في الديفايس هيدر وتحطها ما فيش مشكله. تمام. يبقى ده كده ايه الادرسنج مود. يبقى ده كده الاي تو سي ديفايس ادرس. نخليها يبقى ايه، اي تو سي سليف ديفايس ادرس، بحيث ان ده في حاله السليف. اي تو سي
slave device address او I2C slave address. I2C slave address. تمام. ايه تاني يا شباب ممكن ناخده؟ ايه تاني ممكن ناخده؟ تعالى نبص على الاستريتشنج. احنا خدنا الاستريتشنج مود معانا. تعالى نبص على ال ناخد ايه تاني؟ في الاي تو سي. تعالى نشوف كده. يعني لو انت خلاص مش لاقي حاجه، خلاص لو انت لقيت حاجه بعد كده في المستقبل حطها. بس مثلا ايه، احنا في حاجه ليها علاقه بالاكنولج، اللي انت تعمل يعني الاكنولج بتاعتك عندك اوتوماتيك اكنولج ولا لا. يعني الهاردوير ياكنولج لوحده ولا انت اللي تقول له. فلو انت بصيت كده على الاكنولج على بيت رقم 10 هتلاقي الاكنولج انيبل. دي this bit is set and cleared by software. 0 no acknowledge your turn. 1 يعني acknowledge your turn. طبعا هنا انت هنا بترجع acknowledge ولا لا. طبعا انت لو مخليها ب1 كل ما يجي ادرس او يجي لك داتا الاكنولج تتبعت اوتوماتيكلي. لو انت خليتها بزيرو خلاص يبقى انت بعت نوت اكنولج. فهو باي ديفولت احنا بنخليها ب1. وبعد كده لو احنا قاصدين نبعت زيرو اكنولج بعد كده بنستها بزيرو. فاحنا ممكن في الاول خالص نحط الاكنولج كنترول تبقى هي على طول انيبل. بس يعني دي براحتك زي ما بقول لك كده. انت ممكن تبعتها ترفعها هي زيرو يعني مفيش اكنولج هترجع. بس احنا في الانيشاليز بنخليها اكنولج انيبل. وبعد كده بس يعني حاجه خليها لليوزر هو اللي يحكم. عايز يخلي الاكنولج بتاعته باي ديفولت موجوده ب1 ولا بزيرو فخليه نحطها له اي تو سي اكنولج كنترول مثلا. هنسميها كده ونديها ريفرنس بارامتر. نقول له دي بتنيبل وتديسيبل الاكنولج. ونديها شرح كده حاجه. ونبدا بقى نحط لها ايه؟ نحط لها الريفرنس ماكروز بتاعها. الريفرنس ماكرو بتاعها اهو موجوده اهي. لو هي enable نحط على طول 1 عند بيت رقم. لو هي enable يعني الاكنولوجي enable يبقى نحط 1 عند بيت رقم 10. فطبعا انا استخدمت الماكرو في البيت فيلد بتاعها اللي هنلاقيه على ماسك. والماسك هتلاقيه بيشاور على واحد بوزيشن والبوزيشن ب 10. لو هي لا هنحط 0. تمام. في حاجة تاني بيستخدموها يا شباب اسمها الجنرال كور ادرس ديتكشن. يعني انت في الاول خالص في الاي تو سي دي حاجة في الكنترولر ده. ان انت لو عايز تبعت يعني زي مسج او حاجة لكل الادريسيز. ففي في مود ممكن انت تستقبل بيه الجنرال كول ادرس ده. ده هتلاقيه موجود فين هنا؟ هو ده مش مهم طبعا في اللي احنا بنعمله دلوقتي. بس احنا ممكن نحطه عشان خاطر لو انت جيت بعد كده يعني عايز تكمل عليه. بس يعني بص هو ملهوش لازمة الحقيقة دلوقتي خالص. هو عامة هو موجود في أقول لك موجود فين. هو موجود في السي ار 1. هتلاقيه عند بتاية رقم 6 تقريبا اهي. الاي ان جي سي بتاعي رقم 6 بتقول لك ايه؟ الاي ان جي جنرال كول انيبل. جنرال كول ديسيبل يبقى يعني جنرال كول ديسيبل لو الادرس 00 يعني لو انت بعت على سليب ادرس 00 جنرال كول يعني كل الناس تستقبله. ففي المايكرو كنترولرز يا شباب اللي بتسبورت الجنرال كول انيبل ده لما يجي لها ادرس 00 ممكن ان هي ايه تديك اكنولج وتشتغل معاك. فدي يعني فيتشر ملهاش لازمه قوي. يعني هنا في الحاله بتاعتنا في الكيس اللي احنا بنعمله اللي احنا هنتكلم اي سكوير بروم. بس احنا ممكن نحطها. فاحنا ممكن نقول له خلاص هنعمل لك ريفرنس اسمه محطوط في الاي تو سي 1 اسمه اي تو سي جنرال انيبل الجنرال كول. والله بنكتب على الريجستر بتاعك 1 عند بيت شيفت 1 ولو ديسيبل بنكتب 0. ونروح نعمل لها ده هنا حاجه نحط لها مثلا ايه نقول له بقى ان ده
اهو نقول له والله ان ده جنرال كول ايه ادرس ديتكشن. تمام. ممكن نحتاج ايه تاني؟ هنحتاج الكول باك، يعني السليف كول باك انتربت. ليه يا باشمهندس مش عامل لي في الماستر؟ انا مش عايز اعمل كل حاجه في الدرايفر ده. انا مهم وممكن اعمل ايرور. يعني ممكن اعمل ايرور كول باك للايرور للانتربت بتاع الايرور وكول باك للايفنت. بس انا اللي يهمني دلوقتي يا شباب الكول باك بتاع السليف. انا هشغل الماستر، انا في الابلكيشن بتاعي هشتغل في الدرايفر ده اللي انا سبورت ان الماستر شغال بالبولينج ميكانيزم والسليف شغال بالانتربت ميكانيزم، لان احنا قلنا السليف ما ينفعش يشتغل الا بالانتربت ميكانيزم. فتخيل كده السليف قاعد بيعمل حاجات كتير، وفجاه لقى ان في ماستر بيبعت له، ولقى ان فجاه هو ككنترولر رد عليه باكنولج، وفجاه اترفع انتربت جالك انت في الابلكيشن لاير بيقول لك حط لي داتا. خلاص هو الماستر عايز داتا منك، حط لي داتا. فساعتها انت في الانتربت ده تحط له داتا. فانا هحط له هنا والله هعمل سوري هعمل البوينتر. يعني انا هنا بقى نبدا بقى نحط البوينتر بتاعنا. فانا هعمل بوينتر. البوينتر ده هسميه بوينتر للسليف ايفنت كول باك، انا هنا محدده طبعا للكلام ده، وسليف ستيت وببعت الستيت بتاعتي. طب انا من اسمه كده انا ليه عملت الشكل ده يا شباب؟ انا هنا برجع بوينتر لستراكشر. يعني خلي بالك انا سوري انا هنا برجع ستراكشر. يعني انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بالظبط عندي اسم البوينتر بتاعي هو بوينتر على سليف ايفنت كول باك. ده اسم الفانكشن بتاعتي، البوينتر تو فانكشن اسمها كده. بترجع فويد وبتاخد ستيت. وبتاخد ايه؟ وبتاخد ستيت. الستيت ده بتاخده منين؟ من اليوزر. يعني انا المفروض اليوزر يعرف لي فانكشن بالشكل ده. فانكشن بترجع فويد وبتاخد الاستراكشر ده عشان انا لما انده عليه هديله ستيت بتاعت الاي تو سي سليف دلوقتي واقف في انهي مرحله، عايز منك داتا ولا بيدي لك داتا. تمام. ولازم اقول للكاستمر الكلام ده. طب انا اعرف بقى الستيتس دي ازاي؟ تعالى نعرف الستيتس مع بعض. طبعا الستيتس دي انا بالنسبه للكاستمر انا مش عايز كل الستيت ده. يعني ده ستيت مثلا ان حصل ستوب كونديشن، حصل ايرور، حصل ايفنت ادرس ماتشد، ان هو الاي تو سي ايفنت او الاي تو سي اللي حصل ده. طب انا بجيبهم منين يا شباب؟ انا عرفتهم منين؟ هو في الاخر لو انت بصيت معايا على الانتربت، الجزء بتاع الانتربت هتلاقي اهو يقول لك الايفنت اللي طلعت ستوب كونديشن، الادرس ماتشد في حاله السليف، ماتشد في حاله ال 10 بيت، الستوب ريسيف، الداتا بايت ترانسفير فينيشد ريسيفد ترانسميت بفر. انا بالنسبه لي عايز اقول له انا ستيتس عرفتها عشان انا افهمها له. انا بقول له ايه؟ انا بقول له مالكش دعوه بالحاجات دي. يعني دي انا يعني لو بعتها لك دي حاجه ليا انا، بس انت هيجي لك دول. يعني انا دول هستخدمهم انترنال جوايا، بس هو فعليا كابلكيشن لاير هيكون مهتم بالحته دي. بقول له فيها ايه؟ لو انا بعت لك ناديتك، يعني لو انا جالي انتربت وانا رحت ناديتك، ما انت في الاخر ده بوينتر لفانكشن هتشغل ايه؟ فلو انا ناديت لك من الانتربت سيرفيس روتين ليك انت، ما انت هتكون معرف فانكشن بالشكل ده. هبعت لك ستيت، لو بعت لك الستيت بتاعي في ايفنت داتا ريكويست، يعني انا بقول لك ايه؟ بقول لك لو سمحت ان الابلكيشن لاير شود سند داتا عن طريق الاي تو سي سليف سند داتا. يعني استخدم الاي بي اي بتاع السند داتا ده عشان تبدا تبعت داتا. يبقى الماستر دلوقتي بيأكواير داتا منك يا سليف. لو انا قلت له اي تو سي ايفنت داتا ريسيف، يعني بقول لك يا ابلكيشن لاير ابدا اقرا من الداتا ريجستر عن طريق الاي بي اي اللي اسمه اي تو سي سليف ريسيف داتا في الستيت دي. يبقى دي الستيتس اللي لو انا طبعا شغال في السليف بنشتغل انتربت مود مش بولينج مود. فانا ساعتها هبقى انا بخلي الكاستمر لازم يحط لي في حاله السليف ده بيشاور على فانكشن عنده في الابلكيشن لاير. الفانكشن دي في الابلكيشن لاير هتتنادى هيجي له حاجتين، يا اما بقول له اقرا داتا يا اما احط داتا. تمام. تمام. يبقى انا كده فهمت دي عامله ازاي. تمام. كده انا بالنسبه لي خلاص خلصت الدنيا. تعالى بقى نشوف الكلام ده احنا عملناها كبدايه اهو. عايزين بقى نبدا نimplement الكود يا شباب. لما نيجي نimplement الكود هنimplement ايه بقى؟ تعالى بقى انا ايه هنزل ده كده.
نحط ده كده. نعمل بيلد. تمام. بص بقى، اول فانكشن هنحتاج نعملها، بص بقى احنا هنقعد نعمل كل ما نحتاج حاجه نعملها. هنعمل اي تو سي انت واي تو سي دي انت زي كل مره. طبعا انا ماشي السريع عشان انتوا حفظتوا المواضيع دي خلاص. اميكال اي تو سي انت بتاخد الاي تو سي، اي تو سي 1 ولا اي تو سي 2، وبتاخد الاستراكشر الانت ستراكشر اللي بانيشاليز بيها الاي تو سي بتاعي. وهعمل نفس الفانكشن دي في حاله الدي انت. تعالى بقى دلوقتي نخش على مرحله اللي احنا نكتب الاي تو سي انت بتاعنا. تعالى نكتب. طبعا انا عملت اي تو سي انت واي تو سي دي انت. ممكن اعمل ايه تاني؟ تعالى نعمل الاي، هنعمل بعد كده يا شباب الاي تو سي جي بي اي او اللي بيست الجي بي اي او. كل الكلام ده انت عارفين، اللي هو لو استخدموا عشان يست الجي بي اي او ولا ما يستش الجي بي اي او. تمام. تعالى بقى، وعايزين نعمل اي تو سي بيسند واي تو سي بيريسيف في حاله ماستر ترانسميت ماستر ريسيف. يبقى احنا نشتغل ماستر بولينج ميكانيزم، وهنشتغل سليف طبعا بالانتربت ميكانيزم. ليه؟ لان السليف ما ينفعش يبقى بولينج ميكانيزم، والا يبقى ضاع كده. وهنستخدم بعد كده بقى جينيريك اي بي ايز بنحتاجها عامه في الاي تو سي. زي ايه؟ هنشوف واحده واحده مع بعض. تعالى مع بعض نمسك بس حاجه حاجه. الانت، تعالى ناخدها، ناخد دول كده ونروح نحطهم في الديفايس بتاعنا في الاي بي ايز ونبدا نعرف. تمام. تعالى بقى نبدا واحده واحده كده مع بعض. اول حاجه عايزين نعملها ان احنا نعمل انيشاليز. بصوا يا جماعه، واحنا بنعمل انيشاليز لازم تفتح السبيكس، كل حاجه من السبيكس يا شباب، ما تحاولش تخرج عنها. لو انا دلوقتي المفروض طبعا اعمل ديسكريبشن فوق الانت، بس انا هسيبها لكم انتوا بقى تكتبوا الديسكريبشن والكلام ده كله. اول حاجه عايزين نعملها نعمل ايه؟ اول حاجه عايزين نعملها اللي احنا انيبل الار سي سي كلوك اللي داخله للناس دي. تاني حاجه عايزين نعملها ان احنا ناخد نسخه من الكونفيجريشن ستراكشر ده عشان ممكن نستخدمه بعد كده في الفايل. فاحنا هنيجي بعد كده ونقول اللي احنا عايزين نعرف في الجلوبال فاريبل بتاعنا اي تو سي config. يعني انا المفروض كده اقول له ايه؟ انا محتاج الاي تو سي init type definition ده، هقول له كده في الجينيريك فاريبلز بتاعتنا عشان اسيفه في الداتا ميموري عشان لو هستخدمه بعد كده. فاقول له انا محتاج اعرف جلوبال فاريبل array. ليه؟ لان انا عندي اي تو سي 1 واي تو سي 2. طبعا مش بوينتر عشان ما نغلطش غلطه الاس بي اي. جلوبال عشان نخزنهم في الداتا ميموري، هناخد كوبي من اللي جاي لنا اول مره ونحطها في الداتا ميموري. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه نعرف في الجينيريك ماكروز ان انا عندي الاندكس بتاع الاري دي الاي تو سي 1 اندكس ب 0، اي تو سي 2 ب 1. بعد كده نبدا بقى نعرف الشكل اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نعمل انت، فاول حاجه قلناها عايزين نينيبل الار سي سي. طب عشان نينيبل الار سي سي نعمل ايه؟ اول حاجه هتشيك على الاي تو سي ده، هتشيك على الاي تو سي ده. تعالى كده نتشيك عليه. الاي تو سي ده لو هو ايكوال اي تو سي 1 ماشي، لو لا يبقى ايكوال اي تو سي 2. تمام. ساعتها نقول له ايه؟ الجلوبال كونفيج، الجلوبال عايزين ناخد نسخه، فبقول له الجلوبال اي تو سي كونفيج اوف اي تو سي اندرسكور 1، الاندكس بتاع اي تو سي 1 اللي هو الاي تو سي 1 اندرسكور اندكس
اندرسكور اندكس، هنقول ان ده ايكوال كام؟ ايكوال استريكس، هات لي جوه البتاعه دي حطها لي هنا. تمام، دي اول حاجه. بعد كده نفس الكلام هنعمله بس مع عمو ده، اندكس التاني هنحط فيه كده خدنا نسخه من الاستراكشر دي. تاني حاجه هنعملها ايه يا شباب؟ نفتح الار سي سي. الار سي سي بيتفتح ازاي؟ الار سي سي اندرسكور، ونقول له ايه بقى يا شباب؟ اي تو سي 1 اندرسكور لوك اندرسكور انيبل. تمام، واقول له سيمي كولون. طب لو انا عايز افتح الار سي سي الثانيه اقول له 2. تمام، لحد دلوقتي الدنيا بيس. تمام، بعد كده هعمل ايه يا شباب؟ بعد كده هتشيك على المود. هتشيك على المود، اقول له if condition الاي تو سي init structure ده لو هو المود بتاعه اي تو سي مود بتاعه equal الاي تو سي اندرسكور مود اندرسكور اي تو سي، يعني المود بتاعه كان اي تو سي، يبقى ده supported. else يبقى ده معناه ايه؟ ده الاس ام بس not supported. واعمل كنترول ايه؟ كنترول اي عشان اظبط المسجات والسبيسز. تمام، حلو قوي كده. بعد ما عملت الاي تو سي مود نبدا بقى نخش على، قبل ما نعمل اي حاجه لازم نعمل الانت تايمنج، يعني initialize التايم. initialize التايم لان ده اول حاجه بتتعمل بعد ايه يا شباب؟ اول حاجه بتتعمل بعد قبل الانيبل. مش هو احنا لما بصينا في البتاع ده لقينا ان دول اول حاجه بتتعمل؟ لو دخلنا معلش سوري في الماستر اهو ترانسميشن، كان ده اول حاجه بتتعمل اهي. قال لك بتكونفيجر الكلوك والانبوت كلوك اللي داخله، دي اول حاجات بتتعمل. وبعد كده الرايز تايم، بعد كده بتبدا بقى تفتح البريفلر. فدي اول حاجات بتتعمل، فاحنا لازم نعملها. طب اول حاجه بتتعمل، بص بقى ركز بقى معايا عشان احبك، عشان دي عايزه مخمخيشن منك، بس عشان خاطر ركز معايا. افتكر معايا كده المعادله اللي احنا كنا لسه بنقولها عشان خاطر هنستخدمها دلوقتي. معلش ركز بقى معايا، معلش يا جماعه، يعني اللي عايز يشرب قهوه يعمل بس تركز معايا في الحته دي. السي سي ار، المعادله بتاعت السي سي ار دي عشان دي خطيره. المعادله دي كانت بتقول لك ايه؟ معلش انا هعيدها تاني، معلش معلش. احنا قلنا ايه؟ قلنا، بصوا يا شباب معايا، انا بس عايز اخد جزء كده على جنب اشرح فيه. قلنا الاي تو سي كلوك، الاي تو سي كلوك دي التي لو ودي التي هاي ودي التي، مثلا دي كده تي بتاعت الاي تو سي كلوك كلها. الاي تو سي كلوك قلنا في حاله الستاندرد مود من الرسمه اللي فاتت، انا كده بعتبر ان التي كلها التي اي تو سي ايكوال التي هاي بلس التي ايه؟ التي لو. تمام، يبقى من المعادله دي لما يقول لك ان التي هاي ايكوال السي سي ار مضروبه حضرتك في التي بي كلوك 1، المعادله دي نستنتج منها ايه؟ ان احنا قلنا ان التي هاي عباره عن ايه؟ التي بتاعت الاي تو سي كلها على 2، صح كده؟ قسمناها على 2 فجبنا التي هاي
بتساوي السي سي ار في التي بي كلوك. تمام. تمام. احنا حسبناها يا جماعه من شويه لما ادينا رقم، قلنا لو شغالين على 100 ميجا، قصدي دخل 8 ميجا دخلت واحنا كنا 100 كيلو، ازاي كنا بنظبطها؟ فاهمين؟ هنيجي دلوقتي نقول ايه؟ يبقى السي سي ار بتساوي كام حضرتك؟ السي سي ار هتساوي كده ايه؟ التي بتاعت الاي تو سي كلوك على 2 في التي بي كلوك، على 2 في التي بي ايه؟ كلوك 1. تمام. يبقى بالفريكوانسي كام؟ يبقى ده كده معناه ان في الفريكوانسي السي سي ار عباره عن ايه؟ التي بي كلوك 1 على تي بي كلوك تدينا ايه؟ الفريكوانسي بتاعت بي كلوك 1 على 2 مضروبه التي اي تو سي كلوك دي، يعني تديني الفريكوانسي بتاعت الاي تو سي كلوك. ما هي التي دي يعني 1 على اف، ودي 1 على اف، يبقى بقت الايكويشن اهي. دي الايكويشن اللي بحسب منها السي سي ار. ناقص دلوقتي ايه؟ ناقص اللي انا اعرف اجيب الاف بي كلوك منين. هي الاف بي كلوك 1 دي بجيبها منين يا شباب؟ ما انا محتاجها كده كده عشان احطها في الريجستر اللي هو قال لي عليه. نرجع بقى تاني للحته اللي احنا عايزينها. فين الريجسترز اللي هو قال لي عليه؟ اللي هو الفريكوانسي اللي موجوده في الريجستر 2، الفريكوانسي اللي هو واخدين من 0 ل 5. لو رجعنا للدوت اتش احنا كنا ملخصين فيه الموضوع ده. قال لنا ايه الدوت اتش؟ كنا كاتبين فيه ان انت لازم في الاول خالص تكونفيجر الكلوك بيفور انيبل بريفلر. تمام، هنعملها دلوقتي. بتروح للاي تو سي سي ار 2 فريكوانسي 502 وتعرف البريفلر كلوك فريكوانسي اللي انت شغال بيه. فهناخد كده العلامه دي، الكومنت ده، ونقول اول حاجه عايزين نعملها اللي احنا نعرف الفريكوانسي ده. طب احنا كنا بنعرف الفريكوانسي ازاي؟ او ايه الفريكوانسي اصلا اللي داخله؟ افتكروا معايا كده من محاضرة الكلوك تري، معايا من محاضرة الكلوك تري. لو انت مذاكر محاضرة الكلوك تري وفاكرها كويس، ساعتها ايه؟ ساعتها هتساعدني ان انا افهمك. في محاضرة الكلوك تري مش واخد لها اي حاجة دلوقتي. طب خلاص، خليني افتح لكم السبيكس. خليني افتح السبيكس بتاع حاضر. تمام. بص معايا يا شباب، لو رحنا لمحاضرة الار سي سي، ده محاضرة الار سي سي، عايزين نشوف الكلوك تري اللي متوزعة بيها الدنيا. فاكرين انتوا الكلام ده؟ لا سوري مش دي. اهي. اهي دي البي كلوك 1. كان احنا بنقول ايه؟ البي كلوك دي كانت جاية منين يا شباب؟ طبعا دي في محاضرة الكلوك تري، لو انت ناسي حاجة ارجع لمحاضرة الكلوك تري. كان عندنا كذا اوسيليتور. فاحنا مثلا لو شغالين على الباي ديفولت، الباي ديفولت اوسيليتور اللي هو كان 8 ميجا هرتز، ال 8 ميجا هرتز اللي كانت الباي ديفولت اوسيليتور بتاعتي. الباي ديفولت اوسيليتور اللي بيطلع 8 ميجا هرتز اللي هو ده الاتش اس اي ده، ار سي، ده كان داخل على السلكتور ده. من السلكتور ده مطلع السيستم كلوك. السيستم كلوك دي كانت ماشيه طالعه داخله على مين؟ الاي اتش بي بري سكيلر. فلو احنا باي ديفولت هي 8 ميجا قسمناها على 1 ما لعبناش فيها، فهيطلع 8 ميجا دي تخش على الاي بي بي 1. ما لعبناش في اي ريجستر في الار سي سي، فهتتقسم على 1. هيطلع في الاخر ان البي كلوك 1 داخله ب 1 ب 8 ب 8 ميجا. فالبي كلوك 1 هي دي اللي داخله للاي تو سي. طب من الحوار ده انت بتستنتج ايه يا باشمهندس؟ يعني الحوار ده بيخليك تستنتج ايه؟ الحوار ده عايز يخلينا نستنتج ان احنا عشان نحسب الكلام ده احنا محتاجين نحسب البري سكيلرز دي بكام. انا معايا الديفولت اوسيليتور اللي جوه شغالين بيه 8 ميجا، فانت ما قسمتش على حاجه، يبقى انت تعرف تحسب البي كلوك ده. باشمهندس يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ارجع لمحاضره اليو ار تشوف احنا عملنا امبلمنتيشن للار سي سي درايفر. في الامبلمنتيشن بتاع الار سي سي درايفر عملنا فيه فانكشن بتجيت السيستم كلوك، وفانكشن بتجيت الاتش كلوك، وفانكشن بتجيت البي كلوك، وفانكشن بتجيت البي كلوك 2. صح ولا غلط؟ صح يا باشمهندس.
واحنا عملناها عشان نستخدمها في البود ريت جنريتور في اليو ارت. فاحنا كده نقدر نطلع الفريكوانسي بتاعت البي كلوك 1 دي بكام، عشان ناخدها نحطها في السي ار 2 ريجستر في البيت فيلد بتاعت الفريكوانسي اللي هو عايزها. ما هو بيقول لك انت دخل له الكلوك وقول لي الكلوك اللي انت دخلتها له بكام. يعني كده احنا ممكن نيجي في الاي تو سي درايفر دوت اتش ده من فوق ونقول له هاش انكلود معانا، هاش انكلود ال STM32 RCC. طبعا هو مش مسمينها كده ولا ايه؟ تعال نشوف احنا مسمينها ايه. احنا مسمينها RCC driver دوت سي RCC اهي. عايزين ناخد كده بس دي اهي نحطها دوت اتش ونبد. تمام كده احنا خدنا الار سي سي معانا، فنقدر نخش جوه الدرايفر ونقول له جوه الدرايفر احنا نقدر دلوقتي نقرا انت بكام دلوقتي. احنا نقدر دلوقتي نقرا بكام، انت بكام دلوقتي. طب اول حاجه عايزين نعملها ايه؟ اول حاجه عايزين نقرا، احنا عايزين نعمل ايه يا شباب؟ عايزين نكتب على الفريكوانسي ده، فعايزين نقرا من الريجستر ده عشان نصفره. فطبعا الطريقه البروفيشنال اللي انت تعمل تمب ريجستر تلعب فيه. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف اللي احنا عايزين نعرف ايه. عايزين نعرف يو انت 16 مثلا، يو انت 16 للفريكوانسي رينج والتمب ريجستر اللي احنا عايزين. طبعا ممكن عايزها 32 مفيش مشكله، والريجستر كده كده 32، بس هو 16 لان احنا شايفين اهو من الميموري ماب ان هم كلهم كتابتهم من 0 ل 15، مفيش حد بادئ من 16، كلهم ريزيرفد، فما فيش مشكله يعني مش هتفرق. المهم يعني هقول له في الاخر انا عملت كده ليه. انا دلوقتي كده هقول له اول حاجه عايزين نعملها اللي انا اجيب الفاليو بتاعت السي ار 2 بتاعك ده. يعني اقول له كده هات لي التمب ريجستر ده خليه يساوي اي تو سي اكس ده سي ار 2 ريجستر. بعد كده ابدا اكلير الفريكوانسي دي. ليه؟ عشان ابدا اشتغل. انا دلوقتي بس ايه، خدت الفاليو اللي بتاعت السي ار 2 حطيتها في تمب ريجستر، وبعد كده هكلير الكلام ده، هكلير الفريكوانسي فيلد. ليه؟ عشان هبدا احط حاجات جديده فيه. فانا اقول له التمب ريجستر اند ايكوال نوت اند ايكوال نوت. طبعا بدل ما تقول واحد شيفت طب ما تستخدم البيت فيلدز اللي انت عرفتها اي تو سي اندرسكور سي ار 2 اندرسكور فريكوانسي. طبعا فريكوانسي ماسك يعني واحد شيفت على طول. لو انت قلت فريكوانسي بس هو بياخد الفريكوانسي ماسك فما فيش مشكله. سيمي كولون يعني كانك بتقول ايه اند ايكوال نوت واحد شيفت زيرو، واحد شيفت ايه زيرو. بس طبعا الماسك بتاع ده مش هتلاقيه واحد شيفت زيرو، انت هنا مش بتايه واحده، ده انت ما ينفعش تعمل الحركه دي. لانك انت هنا لو دخلنا في الفريكوانسي بيت فيلد بتاعها ده هنلاقيه بص بيساوي ايه 3 اف. يعني هنا بص عامل لك ايه مش واحد شيفت زيرو، ده حاطط لك 3 اف. يعني هو واخد لك بيت رقم 0 1 2 3 4 5، فبيقول لك 3 اف شيفت البوزيشن اللي هو 0. فكانك انت بتقول له اند ايكوال نوت مع 0 باينري 1 1 1 1 1 1. شفت الحلاوه؟ فده يخليك تكتب بطريقه بروفيشنال. فانا ممكن اقولها عشان كمان ما تلخبطش الماسك اهو. بس يبقى كده كاني بقول ايه 3 اف يو ال شيفت بزيرو. تمام كده انا صفرتها. بعد كده بقى ايه، عايز اجيب البيك لوك فريكوانسي اللي انا شغال بيها في البورد دلوقتي. هقول له ايه البيك لوك اصلا انا معرفها فين. تعال نعرف البيك لوك اصلا. تعال نعرف البيك لوك. باي ديفولت انا هعرفها اهو ب 8 ميجا. تمام بحيث ان هو والله هي باي ديفولت 8 ميجا، بس كده كده انا هقراها. يعني لو انت عايز تعرفها بزيرو مفيش مشكله. احنا هنقول له ايه بقى، هنقول له بيك لوك ايكوال يلا بقى ار سي سي من ده. عايزين ايه في الار سي سي؟ ار سي سي سوري احنا عايزين نكلم الانيكال بتاع الار سي اي ميكال الموديول بتاع الار سي سي. اقول له انا عايز اجيت البيك لوك 1 فريكوانسي.
بص الحلاوه، البي كلوك 1 فريكونسي، وخصوصا الحلاوه لو انت كنت ماشي معايا المحاضرات اللي فاتت فانت كاتب بايدك كل حاجه، فعشان كده انت بتنكريمنت على الكود بتاعك. شفت الطعامه والجمال ومش عارف ايه. البي كلوك 1 بقت معاك اهي يا معلم. خلاص انا كده معايا البي كلوك 1، انا عارف ان شغال بكام دلوقتي. لازم بقى نحط الفريكوانسي دي موجوده فين؟ في الريجستر بتاع السي ار 2 هنا. طب احنا عرفنا ان الفريكوانسي دي لما بتيجي تتحط بتتقسم على الميجا. يعني انت هنا ال 2 ميجا كانت 2 بس، ال 50 ميجا كانت 50 بس. يبقى ده معناه ان انا اعمل ايه؟ يعني يبقى ده معناه ان انا اعرف فاريبل جديد اللي هو الفريكوانسي رينج اللي انا معرفه اهو. اقول ان الفريكوانسي رينج ده اللي انا شغال بيه ايكوال يو انت 16. بعمل كاستنج عشان ايه؟ انا مش عايزك ابعد عن ال 16 لان اصلا ده الفريكوانسي هنا هتلاقيهم كده كده انت اصلا واخد من 0 5 مش فارقه. بس يعني براحتك يو انت 16 لان انا الفاريبل ده معرف يو انت 16 بس مش يعني براحتك. هقول له البي كلوك 1 ده مقسوم على كام يا معلم؟ مقسوم على الميجا. الميجا يعني 1 6 صفار. تمام. كده انا عملت ايه؟ كده انا عملت يا باشا اللي انا عملت اول خطوه. اول خطوه احنا كتبناها ان احنا بنست. وانا جبتها منين الخطوات دي؟ عشان بس ما ازعلش منك، جبناها من هنا من ماستر مود. اول حاجه عملت كونفيجر للسي ار 2 ريجستر الكلوك. تاني واحده بقى كونفيجر الكلوك كنترول ريجستر. تاني واحده كونفيجر الكنترول ريجستر. يبقى تاني واحده الكلوك كنترول ريجستر. طب انا كنت بكونفيجر الكلوك كنترول ريجستر ازاي؟ عن طريق الايكويشن دي. طب الايكويشن دي اعملها ازاي؟ تعالى بس نكتبها معانا اهي. انت طلعت الايكويشن اهو. السي سي ار ريجستر بيساوي ايه يا معلم؟ السي سي ار ريجستر والله بيساوي اللي انت طلعته من شويه اللي هو ايه؟ اللي انت طلعته في اف بي كلوك 1 على 2 الفريكوانسي بتاعت انت مطلع ايه عشان بس تبقى انت فاهم معايا. الاف بي كلوك 1، الاف بي كلوك 1 على الاثنين الاف اي تو سي. بس الاول خالص احنا دلوقتي طلعنا ايه؟ طلعت الفريكوانسي دي. يلا نكتبها في التمبر ريجستر اللي احنا مجمعينه عشان ده هنروح نكتبه في السي ار 2 عشان ما ننساش. فبس عشان ما ننساش يبقى التمبر ريجستر هيبقى اور ايكوال مع الفريكوانسي اللي انت طلعتها دي. تمام. بعد كده بقى ايه؟ ترايت على الاي تو سي بقى سي ار 2. وانت خلاص كلام اهو. كده انا طلعت التمبر ريجستر، عملت رايت على الاي تو سي سي ار 2 بالتمبر ريجستر ده اللي هو اللي فيه ايه؟ اللي فيه الفريكوانسي. الباقيين دول مش ليهم علاقه بالانتربت انيبل. يعني بص انتربت انيبل، بفر انتربت انيبل، مش احنا دلوقتي في حاله الماستر او دلوقتي مش هنيجي ناحيه الانتربت. سيب الانتربت هنهندله بعدين. تمام. نيجي بعد كده على ايه؟ على كونفيجر الكلوك كنترول ريجستر. ده موجود في مين الكلوك كنترول ريجستر ده؟ اللي هو اسمه اي تو سي 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 ار. اي تو سي 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 ار ده عايزين نبدا نكونفيجر الاي تو سي 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 ار. طب ده عشان نكونفيجره يا شباب محتاجين نعمل ايه بقى؟ ده عشان نكونفيجره محتاجين نعمل ايه؟ اول حاجه محتاجينها يا شباب ان احنا البريفلر بتاع الاي تو سي ده يبقى ديسيبلد. المفروض اصلا كل التايمنج اللي احنا شغالين بيها ده تبقى انت متاكد ان الاي تو سي بريفلر ده ديسيبل. طبعا نديسيبل ازاي البريفلر؟ هنيجي على الاي تو سي سي ار 1 في البيت بريفلر انيبل نخليها بزيرو. فاحنا ممكن نقول له ايه؟ اي تو سي اكس. نخش على السي ار 1. السي ار 1 ده نقول له اند ايكوال. بص الموضوع بسيط ازاي. نوت نديله على طول البيت فيلد اللي احنا معرفينها اي تو سي اندرسكور سي ار 1 اندرسكور بي اي. ونقول له البي اي ده هناخده هو يبقى واحد شيفت ايه؟ زيرو. طبعا عملنا له اند يبقى احنا كده صفرناه. تاني حاجه نبدا بقى نعملها ايه؟ هنخلي التمب ريجستر بتاعنا اللي احنا بنستخدمه مع كل ريجستر بزيرو. ونبدا نقول له بقى التمب ده نبدا نشتغل عليه عشان ده اللي هنحطه بعد كده في السي ار 1. التمب ده هنحط بقى فيه ايه يا جماعه؟
اول حاجه هنظبط انت شغال ستاندرد مود ولا شغال فاست مود. ما انت عندك اهو في السي سي ار ريجستر في بيت رقم 15. بيت رقم 15 بتقول لك انت شغال فاست مود ولا شغال مش عارف ايه، شغال ستاندرد مود. فدي اول حاجه هنعملها. طبعا هنعملها بناء على ايه؟ هنعملها ان احنا نعمل اف كونديشن اصلا. اف كونديشن للكونفيجريشن ريجستر بتاعك، الكونفيج ريجستر بتاعك الاي تو سي ان ستراكت اللي انت جاي بيه ده. هنتشيك فيه على حاجه، هنقول له كالاتي: المود بتاعك، الكلوك سبيد مود بتاعك، الكلوك سبيد مود بتاعك لو هو ايكوال الاي تو سي. يعني بص، هنقول له السؤال ده بيقول ايه؟ الاي تو سي ان ستراكت بتاعك ده لو هو ستاندرد مود 50 او 100. طبعا انا كنت الاحسن ان انا اقول لو هو مش فاست مود 200 او 400 خش هنا. طبعا لو هو else تبقى مشكله. لو هو else not supported yet. لو هو else يعني ايه؟ الفاست مود not supported. تمام، حلو قوي. طب خلاص هو 100 دلوقتي، نفترض ان هو دخل بالسرعات بتاعتنا. اول حاجه عايزين نعملها يا شباب ان احنا نحط في الريجستر ده البتايه اللي بتقول ان ده ستاندرد مود. البتايه دي بيت رقم 15، لو هي 0 باي ديفولت ستاندرد مود فاحنا مش هنحط حاجه. هي اوريدي اصلا الريجستر كله احنا صفرناه، فاحنا في التمبر ريجستر صفرناه وهنحط اللي احنا عايزينه. فده كده معناه ان باي ديفولت كده البتايه دي هتبقى 0. تمام. تاني حاجه هنعملها بقى ان احنا نحسب ايه؟ نبدا نحسب الكالكوليشن للسي سي ار. نبدا نحسب الكالكوليشن للسي سي ار اللي هي الايكويشن دي يا شباب. الايكويشن دي انا زي ما كتبتها قدامكم اهو، احنا طلعنا منها ان دي الايكويشن. ان دلوقتي التي كلوك على 2 بتساوي سي سي ار في التي بي كلوك. يبقى سي سي ار بيساوي التي كلوك على 2 في التي بي كلوك. يبقى سي سي ار بيساوي الاف بي كلوك 1 على 2 مضروبه في الاي تو سي كلوك سبيد او الاي تو سي كلوك فريكوانسي. كلوك فريكوانسي. تمام. طب يبقى احنا نكتب ايه بقى؟ يبقى احنا نعرف دلوقتي مثلا فاريبل عشان نشتغل بيه، هنسميه مثلا ريزلت. تمام. هنعرف فاريبل مثلا هنسميه ايه؟ هنسميه ريزلت اهو. هعرف فاريبل ريزلت، وهمسك الريزلت ده اللي انا هحسب بيها السي سي ار يعني. تعالى نكتب المعادله مع بعض. ايكوال المعادله بقى نكتب فيها ايه؟ اول حاجه هنقول له فيها ان احنا عايزين الكلام ده يبقى انت 16. مش انت الفاريبل بتاعك يبقى انت 16 فانت هتكسر. تعالى بقى من جوه. اول حاجه الفريكوانسي بي كلوك، الاف بي كلوك اللي هي انت جبتها اصلا. جبتها ازاي؟ ما انت جبتها من هنا اهي. اوعى تاخد دي لان دي انت قسمتها على ال 10 اس 6. انت هتاخد دي، هتاخد الاف بي كلوك. ما انت بتقول دلوقتي الاف بي كلوك على اهي. خدنا الاف بي كلوك الاول، بعد كده قلنا ايه بقى؟ الاف بي كلوك ده هنقسمها على كوس. البراكت ده بقى فيه ايه؟ هنقول له ايه؟ الاف بي كلوك اللي احنا خدناها دي يا شباب هنقسمها على ايه؟ 2 مضروبه في الاف بتاعت الفريكونسي بتاعت الاي تو سي. هي الفريكونسي بتاعت الاي تو سي اللي هي جايه منين؟ من الكلوك سبيد. مش هي دي؟ يا اما ب 100 كيلو يا اما ب 50 كيلو. يعني دي، يعني الاستراكشر ده. تمام. الكلام ده بقى ايه؟ المفروض مضروب في 2. بس يعني عيب تبقى انت امبيدد انجينير وتكتب مضروب في 2. لازم نعمل علامه برنسيسيين كده في نفسنا. لازم نبقى معقدين. ما نعملها كده عشان نعقد الدنيا ونبين لهم اللي احنا فاهمينه كويسين وشاطرين. ما انت لو عملت شيفت ليفت ب1 يبقى انت كده عملت كانك ضربت في 2. ليه يا عم الحاجات دي؟ ما تضرب في 2 على طول وتخلص. لازم يبقى ليك لمسه جماليه كده. اللمسه الجماليه دي بس اوعى تطلع عليك في الديبج. انا كده طلعت الريزلت اهي. هاجي بقى في التمبر ريجستر ده واحطه اور ايكوال الريزلت دي، لان كده كده
السي سي ار موجود في اول بيتس، يعني ناخده كده واحطه هنا. ليه يا باشمهندس؟ لان انت لو بصيت اهو هتلاقي السي سي ار واخد من 0 ل 11، فانت تقدر تقول ايكوال معاه على طول، مفيش مشكله، وانت كده كده الباقي بصفار. تمام تمام تمام. وانت كده كده قصدي من 0 ل 11 خلاص. تمام حلو قوي. انا دلوقتي كده حطيت ايه الريزلت. نبدا نكتب الكلام ده على مين؟ نبدا نكتب الكلام ده على الاي تو سي سي ار 1، قصدي سي سي ار. فنقول له ايه؟ نقول له ان السي سي ار ده اي تو سي اكس الاي تو سي اكس اهو سي سي ار ايكوال التمب ريجستر بتاعتك. تمام كده. يبقى احنا كده ايه؟ حسبنا وحطيناها في السي سي ار ريجستر. ناقص اخر حاجه، اخر حاجه اللي هي ايه؟ التي رايز بقى. ما انت في الدوت اتش بعد كده كتبت ايه؟ اخر حاجه configure الرايز تايم ريجستر. يبقى احنا محتاجين اخر حاجه نعملها بقى في موضوع التايمنج ده ايه؟ نكونفيجر الرايز تايم كونفيجريشن. طب الرايز تايم كونفيجريشن دي من الداتا شيت كانت ايه؟ والله عشان ما تتلخبطش خدها من الداتا شيت زي ما هي، بحيث ايه؟ يعني انا رايي ان احنا ناخدها عشان لو فيها بج او حاجه نرجع ليها تاني. الرايز تايم اهي، ممكن ناخد فيها إيه المثال ده اللي خلانا اللي احنا بناخد الفريكوانسي اللي احنا حطيناها ونجمع عليها واحد، عشان يبقى ده واضح لو احنا اللي فهمناه. يعني انت كل حاجه بتعملها في الدرايفر تاخد لها ريفير كده هتبقى 100 100. كنترول اي كنترول اي. تمام. تعالى بقى نحطها ازاي. احنا هنقول له التي رايز زي ما احنا شفنا كده. التي رايز هي الفريكوانسي اللي احنا حسبناها طبعا، حطيناها في التمب ريجستر لما اخدنا البيك لوك قسمناها على الميجا بلس واحد. ده المثال اللي هو كان مديهولي حتى الراجل في الداتا شيت كده. يبقى انا عملت كمان ايه؟ التي رايز. يبقى انا كده عملت الحاجه وصلت للتي ايه؟ التي رايز. تمام. ناقص ايه؟ نبدا بقى نخش في الحاجات الباقيه. ايه الحاجات الباقيه؟ كل الكلام ده كويس، انا كده خلصت التايمنج في السي ار 1. طب هتقول لي يا باشمهندس طب خلاص انت خلي بالك من حاجه. انت السي ار 1 عملت له ان انت وقفت الحاجه، وبعد كده التمب ريجستر خليتها حطيت في السي سي ار، وحطيت في التي رايز، وبعد كده حطيت في السي ار 2 في الاول. احنا بقى عايزين نبدا نحط بقى في السي ار 1. احنا كده خلصنا السي ار 2، عايزين نحط في السي ار 1. فنبدا نقول خلاص تعالى بقى نخش على مرحله. خلاص احنا كده خلصنا التايمنج يا شباب، كده خلصنا الان تايمنج. تعالى نخش بقى على الحاجات بتاعت السي ار 1 اللي احنا بنعمل السي ار 1 كونفيجريشن. اول ما نيجي نعملها اول حاجه نعمل ايه؟ نبدا نقرا في التمب ريجستر السي ار 1. التمب ده بنستخدمه خلاص استخدمناه هنا، خلاص بقى نبدا نقرا من السي ار 1 جواه، ونبدا بقى نكونفيجر الاسترتش مود مثلا. انت عايز تشتغل ايه؟ استرتش مود. وفي نفس الوقت الحاجات اللي احنا عندنا، احنا عندنا في الاستراكشر ايه عشان ما تلخبطش نفسك. احنا كده خلاص عملنا كفرنج لمين؟ للكلوك سبيد، وعملنا كفرنج للمود ده، وناقص لنا ايه؟ الاكنولج والاسترتش مود والجنرال كول ادرس ديتكشن، عايزين نحطهم بقى. فنعملهم ازاي؟ بص بقى الحلاوه. temp register or equal. طبعا هنقول له كاست uint 16، ونبدا بقى نبص مع بعض نعمل الحركه دي. اول حاجه عايزين نحطها ايه؟ هو السي ار 1 ده فيه ايه يا شباب؟ يقول لي والله السي ار 1 ده موجود فيه ايه؟ بص معايا على السي ار 1. السي ار 1 موجود، انت ستريتش ولا لا؟ انت المود بتاعك انت اس اي تو سي ولا اس ام بس؟ الجنرال كول ادرس ديتكشن بتاعك، الاكنولج. طب ما تيجي نحط كل الكلام ده، نحطهم بقى ازاي؟ بص بقى الحلاوه. هنقول له الاي تو سي init structure دوت، نمسك اول حاجه الاكنولج كنترول اور مع. بص ما انت عشان انت اصلا مظبط
ان الريفرنس ماكروز بتاعت الحاجات دي هي واحد شيفت البيت المقابل ليها. فبص دي بقت سهله ازاي. شيفت مع الجنرال كول ادرس ديتكشن يتفتح ولا ما يتفتحش، اور مع المود، انت اي تو سي مود ولا اس ام باس مود. تمام. اور مع الاسترتش مود. اور مع مين؟ الاسترتش مود اهو. بعد ما خلصت الكلام ده اروح احطه في السي ار. تمام. تعالى بقى لو انت اوريدي شغال سليب، فانت هتحط الاو، يعني عايزين نظبط الاو اي ار 1 ريجستر والاو اي ار 2 ريجستر. فتعالى خلينا نقول التمب ريجستر بزيرو ونشتغل عليه. لو انت شغال بدول اكنولج، يعني نسال نفسنا سؤال if condition كده، ونقول له الاي تو سي اهو. انت شغال بسليف، فين الاستراكشر بتاعتنا؟ في السليف ادرس اهو، ودخلنا جوه ده. شغال enable دول ادرسيز ولا لا؟ لو انت شغال enable دول ادرسيز equal 1، ساعتها نبدا نسيت الادرسيز الاثنين. لو else يبقى انت شغال بادرس واحد. لو else يبقى انت شغال بايه؟ بادرس واحد. طبعا بدل ما نعملها else، لا ده انت ادرس واحد ده كده كده انت شغال بيه. انت لو شغال بالدول يبقى نحط السكندري ادرس. يبقى احنا هنا نحط ايه؟ نحط السكندري ادرس. طبعا اول حاجه اللي انا اروح اقرا التمب ريجستر دي، تروح تقرا من الريجستر بتاع الاو اي ار 2. بعد كده ابدا بقى احط السكندري ادرس. احط السكندري ادرس ازاي؟ اقول له كده اي تو سي secondary slave address. طبعا هو كده هيحط السكندري سليف ادرس في اول التمب اللي هو موجود في الاو ار اي ار 2. فاحنا عايزين نتاكد ان احنا صح. طبعا هنلاقي ان الاو اي ار 2 ده لو بصينا فيه ان انت الادرس بتاعك بيبقى من 1 ل 7. الزيرو ده انت عايز تانيبل ولا مش تانيبل اصلا؟ فالمفروض لو انت ما تجيش جنبه، فانت لو فتح الانيبل احنا عايزين نحط ده ب1. فالمفروض اعمل ايه بقى؟ يبقى المفروض ان التمب ريجستر في الاول خالص اهو حطيته بالاو ار 2 انيبل دول. الاو ار 2 انيبل دول اللي هو ايه؟ 1 شيفت 0. ليه؟ لانك انت اوريدي خلاص فاتح الادرس. مش انت فاتح الادرس يا شباب؟ انت فاتح الدواليتي ادرس. فانا بحط بالتالي رقم 0 بواحد، وبعد كده بحط الادرس. فده هشفته بواحد. ليه هشفته بواحد؟ ممكن عشان اكون بقى بروفيشنال، انت عامل له شيفت بالبيت فيلد اي تو سي اندرسكور اي ار 2 اندرسكور ادرس 2 بوزيشن عشان نبقى بروفيشنال. طبعا ده هتلاقيه واحد شيفت واحد اهو، واحد شيفت واحد، يعني شيفت بواحد. يبقى انا كده كاني بقول له روح لي البوزيشن ده. كل ده عشان اعمل المنظر اللي قدامكم ده يا شباب، ان الاي دواليتي حطيتها، بعد كده حطيت الادرس بدأ من عند 1 ل 7. تمام. تمام، حلو قوي كده. بعد كده طبعا احط الكلام ده في الاو اي ار 2. احط الكلام ده في الاو اي ار 2. بعد كده بقى ابدا احط البرايمري. اصفر التمب بتاعي. بعد كده ابدا احط ايه؟ البرايمري. البرايمري بقى يتحط ازاي؟ نفس اللي انا عملته. نفس اللي انا عملته، بس مع اللي انا اخد ده كده اهو. وبدل ما ده طبعا اشيل السكندري ادرس، اقول له ايه؟ بدل السكندري ادرس البرايمري ادرس، واقول له ايه؟ حط لي الاي تو سي او اي ار 1. ما عنديش او اي ار 1. ابص بسرعه في السبيكس وانا بحط الادرس عند كام. في الاو اي ار 1 يا شباب هلاقي نفسي اللي انا بحط الادرس في الاو اي ار 1 اهو. انا بحط الادرس
من 1 ل 7، يعني دول ال7 بيتس بتوعي، وده البيت رقم 0 اللي انا بحط فيها انا عايز اريد ولا رايت. يعني البيت رقم 0 دي يا شباب انا عايز اريد ولا عايز رايت تاني في الحته دي. طبعا انت في حاله الاو ار 1 انت بتحط له في الاخر الادرس هنا، ما بتحطلوش حاجه في الريد رايت. يبقى انا ده معناه اللي انا محتاج بس اللي انا اشفته على حسب اشفته بواحد. يبقى انا محتاج بس ان انا اشفته بواحد. تمام. بعد كده هقول له التمب ريجستر ده اور ايكوال مع انت شغال اصلا ب 7 بيت مود ولا شغال ب اللي هو رقم 15. انت شغال برقم 15 7 بيت مود ولا شغال ب 10 بيت مود؟ فطبعا دي انا لازم احطها. فطبعا احطها ازاي؟ اللي انا اقول له انت شغال بانهي مود، بانهي ادرس مود، بانهي ادرسنج سليف مود، اي تو سي ادرسنج سليف مود. وكده كده دي اصلا هتكون شغاله بماكرو، الماكرو ده هتلاقيه في الاخر واحد شيفت ال 15. طبعا احنا مش سبورتد بس الا ال7 بيت مود، فالمفروض انت قايل له كده فهو ما يحطش حاجه غير كده. تمام. بعد ما عملنا الحركه دي نبدا بقى نحط الكلام ده في الاو اي ار 1. تمام. خلاص كده ناقص ايه اخر حاجه؟ ناقص اخر حاجه اللي انا انيبل انيبل الاي تو سي بريفلر ده. يعني الاي تو سي بريفلر ده اشغله. بس قبل ما اشغله انا عايز اسال نفسي انا هشتغل انتربت مود لو انا ايه؟ اف في حاله السليف. انا قررت انا هامبلمنت كده، انت ممكن تعمل اللي انت عايزه، بس انا عايز بس اعمل، مش عايز اضيع وقت اكتر من كده. عايز اعمل الحاجه اللي ايه؟ اللي تساتسفاي الابلكيشن. احنا كده كده مش هنشغله في سليف مود، بس انا لو هعمل سليف مود انا ما ينفعش اعمله بنظام الانتربت. فلو انا قررت ان انا هعمل هنا ان انا افتح الانتربت لو انت شغال سليف مود بس. طب انا هعرف منين انت شغال سليف ولا ماستر؟ انا هعرفها من هنا بطريقه بسيطه خالص، ان انا ممكن ازود له بارامتر ان انت ماستر ولا سليف. بس الاحسن ان انا هنا هعمل له حركه اللي انا هقول له ايه؟ هتشيك على الكول باك لو هي نوت ايكوال الكول باك بوينتر، لو هي في الابلكيشن لاير نوت ايكوال نل، يعني اليوزر لو هي ما بتساويش نل، يبقى انا يبقى انا كده معتبر ان انت اوريدي مستني ان ده سليب، مستني ان لما يجي له انتربت معين وهو شغال كسليب مود يتنادى لك، لانك انت حاطط دي مش نل. فانا هعملها كده، بس انت ممكن تعملها بالشكل اللي يعجبك. فانا عملتها كده.